لو انت بتعمل دايت وقاعد في كافيه وعايز تشرب حاجة، تختار المشروبات على اي اساس؟ انا دكتور عصام طاحون، استشاري التغذية والتغذية العلاجية جامعة القاهرة، وقدرت اغير حياة اكتر من 5000 شخص على مدار 15 سنة في شغلي كاستشاري في مجال التغذية. لو انت قاعد في كافيه وعايز تختار مشروب، اختاره بناء على اللي انا هقول لك عليه. رقم واحد، اختار مشروب دافي ما فيهوش سعرات. يعني اشرب قهوة او شاي او نسكافيه بلاك او قرفة او جنزبيل، علشان دول خاليين من اي نوع من انواع المغذيات. رقم اتنين، لو انت مش قادر تشربه كده وعايز تضيف عليه لبن، مفيش مشكلة، ضيف لبن بكمية صغيرة ولتكن ربع كوباية والباقي مية. رقم ثلاثة، بالنسبة للسكر، فالاختيار الأول إن أنت تشربه من غير سكر خالص. الاختيار التاني إن أنت تشربه بكمية سكر قليلة جدا بنسميها على الريحة. رقم ثلاثة، لو أنت تقدر تستخدم سكر دايت، استخدم سكر دايت طبعا، هيكون أفضل من الاختيارين اللي أنا قلتهم. علشان كده التوب فايف بالنسبة لي لو أنا قاعد بره: الشاي، القهوة، النسكافيه، القرفة، الجنزبيل. واوعى تنسى نظامك الغذائي واكلك الصحي. ولو انت مستثقل الموضوع، فلازم افكرك ان الاكل الصحي طعمه افضل بكتير من طعم الدواء. والمجهود اللي انت بتبذله وانت رايح الجيم اخف بكتير من المجهود اللي انت هتبذله وانت رايح العيادة.